ولد سامح في بيت متواضع تسكنه الرحمة قبل الأثاث، بيت لم يكن غنيا بالمال، ولكنه كان غنيا بالحب والصبر. كان الأب حسن رجلا كادحا، أفنى عمره في العمل ليوفر لأسرته سترا وأمانا، وكانت الأم فاطمة قلبا ينبض بالدعاء والرضا، تحمل هم البيت على كتفيها، وتحتسب التعب عند الله أملا في سعادة ابنها الوحيد. نشأ سامح في ظل تضحيات لم يدرك قيمتها إلا قليلا، فكلما كبر جسده صغر قلبه عن حمل المعروف. تسلل الطمع إلى نفسه كسر خبيث، وبدأ ينظر إلى الدنيا بعين لا ترى إلا المال والمنفعة. مات الجد، وترك بيتا قديما في حي شعبي، بيتا حمل ذكريات أجيال، وكان هذا البيت هو الشرارة التي أشعلت نار الطمع في قلب سامح. بدأ يحدث نفسه ليلا ونهارا عن حقه في الورث، وعن أحلام كبيرة لا تتسع لأبويه الكبيرين في السن. قال له أصحاب السوق: أنت الشاب، والحياة أمامك، أما أبواك فقد أخذا نصيبهما من العمر. تسللت هذه الكلمات إلى قلبه كالسم، فغيرت معاييره، وجعلته يرى الوالدين عبئا لا نعمة. في ليلة باردة جلس سامح أمام والديه، وكان صوته جفا كأنه لا يخرج من صدر ابن، بل من صدر غريب. قال: هذا البيت حقي، وأنا أريد أن أبدأ حياتي، ولا مكان لكما هنا بعد اليوم. نظر الأب إليه بعينين متعبتين لم تحملا غضبا، بل حزنا عميقا، وقال بصوت مكسور: يا بني، هذا البيت بني بتعبنا، والقلب الذي فيه أكبر من جدرانه. أما الأم فبكت صامتة، وكأن الدموع صارت لغتها الوحيدة. لم يلن قلب سامح، وفي صباح اليوم التالي وجد الأبوان أنفسهما في الشارع، يحملان حقائب صغيرة وذكريات أثقل من أن تحمل. جلس على رصيف بارد، وكانت السماء شاهدة على قسوة الابن. مرت الأيام، وعاش سامح في البيت وحده، بل في فراغ كبير. كان المال في يده، ولكن الراحة لم تدخل قلبه. كل ليلة كان يسمع صوتا خافتا في داخله، صوت أمه وهي تدعو له، وصوت أبيه وهو يوصيه بالتقوى. مرض الأب بعد أسابيع في الشارع، ورحل عن الدنيا وهو يذكر اسم ابنه في آخر أنفاسه. أما الأم فكانت ترفع يديها إلى السماء، تدعو: اللهم اهد ولدي، ولا تؤاخذه بجهله. وحين وصل خبر موت الأب إلى سامح، سقط كالصريع، وشعر أن جدران البيت تضيق عليه. فهم متأخرا أنه ورث الحجارة، ولم يرث الرحمة، وأن الدنيا التي أخذها خسر في سبيلها أعظم نعمة. خرج يبحث عن أمه، وعيناه ممتلئتان ندما، فوجدها في ملجأ صغير، وقع عند قدميها باكيا يطلب السماح. نظرت إليه بقلب الأم، وقالت: غفر الله لك يا بني، فإن قلب الأم لا يعرف الكره. وبقي سامح بعد ذلك عبرة لكل من يظن أن الورث أغلى من الرحمة، وأن الدنيا تدوم لمن عق والديه. لم تكن ليلة سامح بعد دفن أبيه ليلة عادية، فالبيت الذي استخلاه من والديه ليمتلئ بنفسه أصبح فجأة أضيق من قبر، وأبرد من رصيف في ليل شتاء. كل جدرانه كانت ترد إليه صدى صوت قديم، صوت أبيه وهو يقول له يوما: يا بني، من ضيع أهله ضيع نفسه ولو ملك الدنيا. جلس سامح على الأرض، ووضع رأسه بين يديه، وتساءل في داخله بصوت مرتجف: أهذا هو النصر الذي حلمت به؟ أهذا هو المال الذي كنت أظنه سيملأ قلبي؟ كانت الساعات تمر بطيئة، وكأنها تتعمد أن تسحب منه كل وهم بقي له. في كل ركن كان يرى صورة لأمه وهي تنظف البيت، أو لأبيه وهو يجلس على الكرسي القديم بعد يوم طويل من التعب. كانت الذكريات تهجم عليه بلا رحمة، وتغرس أظفارها في صدره. في الصباح خرج سامح إلى الشارع، لا يعرف إلى أين يذهب. كان الناس يمشون حوله، يضحكون، يتحدثون، يحملون أكياس الخبز، وهو يشعر أنه أكثرهم فقرا، لأنه فقد ما لا يشتر. توقف أمام مسجد قديم،
كان أبوه يأخذه إليه وهو طفل. دخل وجلس في آخر الصف، وما إن سمع الإمام يقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حتى شعر أن الآية تخاطبه وحده، وأن كل حرف فيها يضرب قلبه ضربا. خرج من المسجد والدموع تملأ عينيه، وقرر أن يبحث عن أمه، لعل في رؤيتها شيئا ينقذ ما بقي من روحه. طاف الشوارع التي كان يرفض أن يمشي فيها من قبل، ودخل أماكن كان يستحي أن يرى فيها، حتى وصل إلى ذلك الملجأ الصغير. رأها جالسة في زاوية، وجهها أنحل، وعيناها أكثر تعبا، ولكنهما ما زالتا تحملان نورا عجيبا. لم تتكلم في البداية، نظرت إليه طويلا، وكأنها تبحث في ملامحه عن الطفل الذي كانت تحمله بين ذراعيها. وقع سامح عند قدميها، وقال وهو يبكي بكاء لم يبكه في عمره: سامحيني يا أمي، أنا خسرت كل شيء حين خسرتك. مدت يدها ووضعتها على رأسه، وقالت بصوت ضعيف ولكنه عميق: يا بني، الأم لا تغلق باب قلبها، ولكن الدنيا تعلم أبناءها بالقسوة. عاد سامح مع أمه إلى البيت، ولكنه لم يعد هو نفسه. أصبح يستيقظ كل يوم وهو يشعر أنه في اختبار جديد، اختبار التكفير عما فعل. باع جزءا من الورث وتصدق به، ولكنه كان يعلم أن بعض الذنوب لا يكفرها المال، بل الدموع والصدق. وبقي صوت أبيه يلاحقه في كل خطوة، يذكره أن الرحمة إذا خرجت من القلب لا تعود إلا بعد أن يكسر الإنسان كبرياءه. وهنا فهم سامح أن العقاب الحقيقي لم يكن في فقد المال، بل في ذلك الجرح الذي بقي في داخله، جرح عقوق الوالدين، وأن بعض الآثام تبقى شاهدة ما بقي العمر. لم يكن رجوع الأم إلى البيت نهاية العقاب، بل بداية فصل أشد قسوة في حياة سامح. فبعض الأخطاء لا يكفيها الاعتذار، ولا تغلق جراحها بالدموع وحدها، لأنها تترك أثرها في الروح كما يترك النار أثرها في الجلد. كان سامح يستيقظ كل صباح وهو يظن أنه تغير، وأن الندم كاف ليمحو ما فعل، ولكنه كلما نظر في عيني أمه رأى فيهما سكوتا أقسى من العتاب. لم تكن تلومه ولم تعيره، وذلك كان أشد عليه من أي كلمة. بدأ الرزق يضيق عليه شيئا فشيئا، فالتجارة التي استثمر فيها مال الورث خسرت، والأصحاب الذين شجعوه يوما على طرد والديه تخلوا عنه واحدا تلو الآخر، كأنه لم يكن يعرفهم قط. فهم حينئذ أن من يدلك على العقوق لا يدلك على الوفاء. في إحدى الليالي جلس سامح وحده في الصالة، وأمامه كرسي فارغ، ذلك الكرسي الذي كان يجلس عليه أبوه. أحس لحظتها أن الغياب ليس في المكان، بل في الزمان، وأن بعض الناس إذا رحلوا لا يتركون فراغا، بل يتركون وجعا لا يمتلئ. مرضت الأم بعد شهور، وكان مرضها بطيئا صامتا يشبه حزنها. جلس سامح عند رأسها في الليالي الطويلة، يمسك بيدها ويحاول أن يعوض سنوات لا تعوض. وفي إحدى الليالي فتحت عينيها ونظرت إليه نظرة طويلة، وقالت: يا بني، إياك أن تظن أن الله يغفر لك لأنك فقير أو نادم فقط، بل يغفر لمن تواضع وكسر نفسه بين يديه. وبعد أيام قليلة رحلت الأم، كما رحل الأب، هادئة صابرة، تحمل في قلبها دعاء لابن آذاها، ولكنها لم تكفر به. وقف سامح على قبرها وحده، لا أخ ولا صديق ولا كتف يستند إليها. وفي تلك اللحظة فهم أن أقصى عقوبة ليست في الموت، بل في أن تبقى حيا بعد أن تخسر من كانوا سبب وجودك. باع سامح البيت أخيرا، ذلك البيت الذي بدأت فيه كل خطيئته، وتصدق بثمنه، وانتقل ليعيش في غرفة صغيرة قريبة من المسجد. لم يعد يبحث عن المال، بل عن السكينة، ولكنه كان يعلم أن السكينة لا تأتي دائما. وبقي سامح بعد ذلك رجلا يسير بين الناس وهو يحمل قصته كتحذير صامت، فمن رآه لم ير فقره، بل رأى في عينيه ندما قديما لا يشيخ.
وهنا تنتهي الحكاية، ليس بنهاية سعيدة ولا بنهاية مظلمة، بل بنهاية حقيقية تخبرنا أن من باع والديه لأجل الدنيا قد يكسب بيتاً، ولكنه يخسر نفسه إلى الأبد. لم تنتهي قصة سامح عند بيع البيت، ولا عند وحدته في الغرفة الصغيرة، فبعض الأخطاء لا تغلق فصولها أبداً، بل تبقى تمشي مع الإنسان كظل لا يفارقه، يذكره في كل لحظة أن ما ضاع لا يسترد. استيقظ سامح في صباح هادئ، وكان صوت الأذان يتسلل إلى غرفته من النافذة الصغيرة، فشعر أن الصوت لا يدعوه إلى الصلاة فقط، بل يناديه للمحاسبة. نهض بثقل، ونظر إلى المرآة، فرأى وجها أكبر من سنه، وعينين أثقل من جسده، وفهم أن الزمن لا يقيس أعمار الناس بالسنوات، بل بالذنوب. خرج إلى الشارع، وكان يمشي بلا هدف، كأنه يخاف أن يصل إلى مكان فيسأله الناس: من أنت؟ وماذا فعلت في حياتك؟ فالإجابة كانت أثقل من أن تقال. مر بأمام مدرسة قديمة، فسمع أصوات الأطفال وضحكاتهم التي لا تعرف الحقد، فتوقف طويلا. تذكر نفسه طفلا يركض نحو أمه ويختبئ في حضنها، وشعر أنه خان ذلك الطفل قبل أن يخون والديه. في المساء دخلوا المسجد، وجلس بعد الصلاة لا يحدث أحدا. اقترب منه شيخ كبير في السن، ونظر إليه نظرة من قرأ كثيرا من الوجوه، وقال بهدوء: يا ولدي، ما الذي يثقل قلبك هكذا؟ لم يجب سامح في البداية، ثم قال بصوت خافت: خسرت والدي وأنا حي. فأطرق الشيخ طويلا، ثم قال: هذه خسارة لا يجبرها الزمن، ولكنها قد تجبر الإنسان إن صدق. مرت السنون، وتغيرت الملامح، ولم يتغير الجرح. كان سامح يعمل في أعمال بسيطة، يساعد الناس، ويحمل أثقالهم، وكأنه يحاول أن يرد دينا لن يسد. كلما رأى رجلا يقبل يد أبيه، أو امرأة تضم أمها، شعر بشيء ينكسر في داخله، وعرف أن بعض الحرمان عقوبة لا تنتهي. وفي إحدى الليالي جلس سامح وحده، ورفع يديه إلى السماء، وقال بصوت متقطع: يا رب، لا أسألك أن ترد لي ما ضاع، فقد علمت أنه لا يعود، ولكني أسألك أن لا تجعل قصتي هينة، وأن تجعلها عبرة لغيري. وبقي سامح بعد ذلك يعيش، لا كمن نجا، بل كمن تعلم متأخرا أن بر الوالدين ليس فضيلة تؤجل، بل نعمة إذا ضاعت لا يعوضها شيء. وهنا لا تغلق القصة، بل تترك بابها مواربا لكل من يقرأها، لكل ابن يظن أن الدنيا أهم من والديه، فيعرف أن بعض الندم يأتي في وقت لا يكفي فيه العمر كله لمحوه. مرت سنون طويلة، وسامح يسير في الحياة كمن يحمل حملا لا يراه أحد، ولكنه يسحقه من الداخل. لم يعد يسأل الله أن يخفف عنه، بل كان يسأله أن يثبته على التفكر، لأنه أدرك أن النسيان في بعض الذنوب أشد عقوبة من الألم نفسه. كان يعمل في أعمال بسيطة، ويختلط بالناس، ولكنه لم يعد يختلط بالدنيا. يرى الفرح في وجوه الآخرين، فيباركه بقلب صادق، ويرى الحزن، فيجلس إلى جانبه كمن يعرفه قديما. وكان كلما رأى أبا يمسك بيد ابنه، أو أما تمسح على رأس ولدها، شعر أن شيئا في داخله يصلي صلاة الغائب على نفسه القديمة. في يوم من الأيام جلس سامح في مسجد بعد صلاة الفجر، وكان قليل الناس، كأن الساعة تختار من يريد الله أن يخاطبهم فيها. فتح المصحف، ووقع بصره على قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فأغلق المصحف، وأجهش بالبكاء، لأنه فهم أنه رفع جناح الكبر يوما، فسقط من الإنسانية قبل أن يسقط من البر. بعد ذلك بدأ سامح يحكي قصته، لا طلبا للتعاطف، ولا بحثا عن غفران الناس، بل خوفا على غيره مما وقع فيه. كان يجلس مع الشباب، ويقول لهم بصوت هادئ يحمل ثقل السنين: إياكم أن تؤجلوا البر، فإن الوالدين لا ينتظران توبتكم طويلا. وفي ليلة باردة
شعر سامح بتعب شديد، فجلس وحده وأخذ يتذكر وجه أبيه وصوت أمه، وتلك اللحظة التي أغلق فيها باب البيت في وجههما. همس وهو يبتسم ابتسامة باهتة. الآن فقط فهمت أن الورث ليس ما نأخذه بعد الموت، بل ما نفقده قبله. وعند الفجر وجده أهل الحي قد رحل في هدوء، لم يترك مالا ولا بيتا ولا اسما كبيرا، ولكنه ترك قصة رجل أخذ الورث فخسر الوالدين ثم أعادهما في قلبه بعد أن فات الوقت. وبقيت قصته تروى لا كحكاية عن رجل سيء، بل كشهادة قاسية على أن العقوق لا يموت بندم، وأن بر الوالدين إذا ضاع صار العمر كله مقبرة للفرص.